بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. كي تشوفوا اليوم سمعوا جينا نخدموا مع بعضياتنا هاد الشفنج لاي مبتدئه هكا حبات تعلموا ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نعطيكم الشرح مفصل كيفاش تحصلي على الشفنج بحال هاد الطريقه هكا كي سمعتي. غتسمعي معايا كذلك التقرمشه ديالته، واحسن حاجه هو تجدوها في الدار لوليداتكم. وكما راكم تسمعوا دابا البنات ما يشرب لا زيت لا حتى حاجه وخفيف. شوفوا ما شاء الله كيجي في الداخل تقولوا البنات بانه شهده. على بركه الله غادي ندوزو لطريقه التحضير مع المقادير. اهم حاجه البنات هي غادي نحتاجوا لواحد القصريه ولا شي حاجه اللي تكون البنات فيها اتساع، يعني من الاحسن تكون كسعه. غناخذوا 2 كيسان ديال الماء البنات يكون دافي. من بعد وهنقول لكم البنات علاش من الاحسن نستعملوا القصعه. غادي نديروا الخميره تقريبا البنات واحد المعلقه، يعني معلقه البنات كافيه. الخميره الفوريه الا عندكم، انا متوفره عندي هذه ديال العجن. وزدت عليها البنات معلقه ديال السكر ما بانش لكم، وزفت عليه معلقه البنات ديال الدقيق. غادي نحرك كل شيء كيتخلط ليا مزيان. غادي نضيف الكاس الثاني. مهم من البنات هاد الخطوات. دابا ضفنا 2 كيسان ديال الدقيق كي تشوفوا الخليط عندنا. الفوي صراحه تيسهل علينا البنات الخدمه. فرينه ما تلاتش كتبان بحال هكاك صافي، يعني نضيف الكاس الاول ما يبانش لي الفرينه، نضيف الكاس الثاني حتى هو. تنحيدها البنات غنخليها البنات يخمر. كيف قلت لكم البنات غير 10 دقائق كتلقاوها البنات ولا داير بحال شي رغوه كافيه البنات. دابا غادي نضيفوا ليه خميره ديال الحلويات معلقه صغيره، درت معلقه ديال الملح، وضفت واحد المعلقه صغيره باش كنعبر معلقه كبيره ديال الخل. الدور ديال الخل البنات انه ما تيخليش يشرب لينا الزيت، وفي نفس الوقت تيخمر معنا دغيا. راك عارفين ملي تيكون الحل بارد تيخمر معنا دغيا. دابا غادي نضيف الكاس الثالث، يعني جوج ضفناهم في المرحله الاولى، ودابا الكاس الثالث والكاس الرابع. وانا كنجمع، يعني نجمع العجينه ديالتي عادي بحال نعجنو. وانا غادي نشرح لكم هنا علاش القصريه احسن من البول. المهم نجمعوا العجينه ديالنا. هنا المجموع ديال الدقيق اللي ضفته البنات، هنا غادي نزيد واحد نص كاس اخر. يعني ماشي من الاول تكون عندنا العجينه مرخيه، لا، خص العجينه تكون شاده في راسها. يعني مجموع ديال الدقيق اللي ضفته البنات 4 كيسان ونص بالنسبه ل2 كيسان ديال الماء، حيتاش الدقيق عندي خفيف. هو نورمالمون البنات غير 4 كيسان كافيين. كتشوفوا القوام ديال العجينه دابا كتجمع. ملي كنحاول نديرها البنات كره كتبقى مجموعه بلاصتها. دابا غادي ناخذ واحد شويه د الماء نديرو في شي كاس حدايا، وغادي نبقى نهز منه بشويه ونخدم بهذه الطريقه. ماشي كندلك البنات، غير كندخل فيها الهواء شويه، يعني غير كنفز ايدي ونبقى ندير هاد الطريقه. اللي ما قداش البنات دير هاد الطريقه ديال العجينه بحال هكا، لاننا كتبقى تكون شاده في راسها ونخدموها تندخلوا ليها البنات الهواء كتطلق راسها. اللي ما قداش البنات على الطريقه دير العجانه عادي. شوفوا كي تديروا، انا كنرش عليها الماء وكنخبطها البنات تتولي العجينه ما شاء الله رطبه وملسه، واخا كتلصق ولكن راه كنحاولوا نفكوا يدينا بالماء. فهمتوا البنات؟ اللي ما قدرتش على هذه الطريقه ديال العجانه راه تتحصل على نفس الشيء. صافي كنحاول نجمع العجينه ديالتي البنات في الوسط على شكل كره. شفتوها البنات؟ ملي كنجمعها على شكل كره وكتبان لي بانها راه باقا واقفه، شوفوا ما كتسيحش، غادي نعاودوا ندخلوا ليها الماء. الا جمعت ديك الكره وكتبان ليا البنات راه كتمشي ما كتبقاش شاده لا فورم ديالها، يعني راه صافي. هذاك هو القوام ديال السفنج ديالنا. كنتمنى نكون عطيتكم الفكره. دابا غادي نغطيها البنات، غطوها بشي طبيصيل ولا هكا بالسلوفان اللي متوفر عندكم، وخلوها تختمر المره الثانيه تقريبا واحد 20 دقيقه نص ساعه، ونرجعوا عاوتاني نخدموها. هنا ديروا غير شويه الزيت في يديكم باش ما تلصق لكم، ما تدخلوش ليها باقا الماء، لاننا شنو الهدف ديالنا هو نحيدوا منها البنات هذاك الهواء اللي فيها. غير كنحيدوا منها الهواء وكنعاودوا بحال كنهرسوا الخميره.
كي تنقولوا ياك البنات، ونعاودوا نخلوها تختمر. شوفوا تبارك الله القوام د العجينه ديالتي كي داير. قلت لكم دهنوا يديكم غير شويه الزيت البنات، غير باش ما تعذبكمش العجينه في اليد، وصافي. ونعاودوا نخلوها تختمر المره الثالثه. هنا تقريبا انا خليتها واحد 35 دقيقه حتى 40 دقيقه. العجينه ديالتي خمرات كي تتشوفوا، راه ما شاء الله فيها عامره بواقات. هنا باستعانه بشويه الزيت السفناجه البنات راه كيحضروا غير بالماء. المهم حنا نديروا الزيت، بغيتوا ديروا الماء ديروه. وغادي البنات بالنسبه للمبتدئات اللي ماشي مبتدئه راه تخليه غير في القصريه هكا وتبدا تخدم. اما بالنسبه للبنات من الاحسن انكم تقطعوه القطع متساويه، وعاد البنات نبداو نطيبوا. اللي تبارك الله اللي خفيفه في الكوزينه راه تبدا تقطع من القصريه وتخدم في نفس الوقت، راه ما غاديش تغلب. المهم حنا تنشرحوا هاد لي ديتاي هكا البنيتات هكا. شوفوا البنات، المهم العجينه راك واخا خمرات نتوما العجينه ما واقفاش بلاصتها، راه كتحرك كتلصق. هذا هو القوام د العجينه اللي خصنا نلقاو. صافي البنات، انا درتهم شويه كبار، نتوما يمكن لكم البنات ديروهم صغار. انا بغيت نديرهم شويه هكا كبار، عطاوني 7، يعني 4 الكيسان ديال الدقيق ونص درت فيهم 7 ديال. هنا غادي ندوزو للطياب. الطياب اللي مهم البنات، غناخذوا واحد المقيله نديروا فيها واحد 3 د المعالق ديال الزيت، ما نفوتوش 3 د المعالق، وناخذوا اناء اخر اللي يكون فيه الزيت تقريبا كتير. المقيله البنات العافيه تكون مهيله ميته كي تنقولوا، حيت حنا بغيناها البنات غير تشمع لينا من التحت ماشي طيب. والمقله اللي غادي نقليو فيها السفنج ديالنا، الا بغيتو تكثروها البنات كنتو عاجلين كثار، ديروا مقله وديروا فيها الزيت يكون كتير. المهم هذا هو اللي بغيت نقول لكم. هذيك ما يكونش البنات العافيه مجهده بزاف، ما تنسوش بان العجينه ديالنا راه فيها السكر، تكون العافيه متوسطه. المهم حنا نطيبوها سخونه، كنحطوها في هذوك 3 د المعالق ديال الزيت، غير كتشمع البنات كتشد في راسها، وكنديروها البنات في داك الحمام ديال الزيت مباشر، يعني ماشي كنخلوها في الحمام ديال الزيت بحال هكا. انا نعاودها لكم هنايا، وكنضغطوا عليها ولا كنبداو نخويو عليها الزيت من الفوق. وشوفوا يا البنات السفنج ديالنا كي تيجي تبارك الله ما شاء الله، كيجي زوين، كيجي طالع مفشفش. بغيتو ديروهم البنات صغيورين ديروهم صغيورين، انا راه تنديرهم البنات صغيورين غير ملي كنبغي نصورهم هكا. هذه المره الثانيه كنزل السفنج على القناه ديالي. كنبغي نديرهم كبار هكا تيجوا الصراحه زوينين. صافي بالاستعانه بواحد القطيبه البنات بحال هكا كنعاود ندور. شوفوا الشفنجه البنات ديالنا منفوخ مفشفش على مزويناتو. والاهم البنات في هذا الشفنج ديال الدار راه ما كيشربش نهائيا الزيت. بالاستعانه بشويه ديال الزيت تنبقى نحل في السفنجه ديالتي ونحطها في المقله. كي تشوفوا البنات المقله راه العافيه مقتوله، يعني خص العافيه تكون ما طيبش لينا من التحت غير تشمع. حنا الهدف ديالنا البنات السفنج كتكون عنده ديك المقله مايله، يعني كيحط العجينه في البلاصه الخاويه وعاد من بعد كيدخلها البنات لسميتو. شوفوا البنات السفنج ديالنا صراحه هاد الطريقه غتجيكم السفنج بها زوين بنين. مره كنبغوا نديروا حاجه هكا لوليداتنا، خصوصا البنات حنا هنا في الغرب بحال هادشي ما كاينش عندنا برا. تنبغوا نصايبوا مره هاد الشيوات هكا ملي يكون عندنا الوقت. والاهم البنات انكم صايبين شي حاجه نقيه لوليداتكم، وانتم عارفين وليداتكم شنو تياكلوا. هذا هو الاهم. وما تشربش الزيت. انا بالنسبه لي هاد الوصفه لا علاقه لها بالسفنج ديال برا. اكيد السفنج ديال برا زوين وعنده حلاوته وداكشي، ولكن البنات راه ما كيشربش الزيت نهائيا. كيجي تقريبا بحال الشكل ديال البيني، ما تيكونش نهائيا شرب الزيت. والصراحه هذاك الهواء اللي كنخلوه يدخل ليها بديك الطريقه هو اللي ما تيخليهش يشرب، ما تيشربش الزيت. صافي كنوريك البنات بحال هكا او نخوي بالمعلقه الفوق، راه الصراحه تيجي منفوخ ناجح. من طبيعه الحال خصني نحلو معكم باش تسمعوه. وهذه هي الوصفه ديال اليوم، وغادي نقول لكم بسلامه الى فيديو مقبل ان شاء الله. وإلا وصلتي معايا اختي حتى لهنا ما تنسينيش بواحد اللايك واشتراك في القناه، والى وصفه مقبله ان شاء الله. مع السلامه.